أول وآخر ممثلة في تاريخ السينما في العالم كله تمثل حية وميتة. بس يا ترى هي ماتت في حادثة ولا اتقتلت؟ وإذا كانت اتقتلت مين اللي قتلها وليه؟ وإيه سبب توزيع الاتهامات بين أربع أطراف؟ وهل فعلا أم كلثوم كان ليها دخل في موتها؟ ده اللي هنحاول نعرفه في فيديو اليوم، وقصة جديدة من قصص حياتهم وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ويلا بينا. اتفضلوا معايا. كانت سوريا زي كتير من الدول العربية خاضعة للدولة العثمانية، وفي يوم من الأيام عسكري تركي قل أدبه على بنت سورية. اتضايق رجالة سوريا جدا وغاروا شرفهم وصاروا ثورة كبيرة جدا، ورغم إن ما كانش معاهم سلاح يقدروا يواجهوا بيه القوات العثمانية، إلا إن ثورة الشعب ده كانت عنيفة جدا واشترك فيها الرجالة والستات كمان. ما قدرش السلطان العثماني يسيطر على الثورة دي فأعدم العسكري اللي قل أدبه، لكن برضه الثورة استمرت، فلجأ للحيلة وقام بتعيين زعماء القبائل في مناصب مهمة عشان يساعدوه في امتصاص غضب الشعب السوري. وكان الأمير فهد الأطرش من بين الزعماء اللي وقع عليهم الاختيار وأسندوا له منصب كبير في ولاية من ولايات تركيا نفسها، واستمر في وظيفته دي لغاية ما قامت الحرب التركية اليونانية، فحصلت خلافات ما بين الأمير فهد الأطرش وبين السلطات التركية، فاستقال من وظيفته وخد أسرته ورجع على سوريا تاني. وأثناء عودته لسوريا في ليلة 25 نوفمبر سنة 1912 وعلى ظهر الباخرة اللي نقلها من تركيا لسوريا اتولدت آمال فهد الأطرش، البنت الوحيدة من بنات الأسرة اللي كتب لها الحياة. سنة 1920 احتل الفرنسيين سوريا وحاولوا يقسموها لدويلات. قامت ثورة كبيرة في سوريا بزعامة سلطان باشا الأطرش، وكان من زعماء الثورة دي فهد الأطرش والد أسمهان. فحاول الفرنسويين يضغطوا عليهم وياخدوا أولاد فهد الأطرش رهائن. فوجئت الأميرة علياء المنذر أم أسمهان وفريد الأطرش بضابط لبناني بيخبط عليها وبيقول لها أنا جاي مكلف بالقبض على الأولاد، هياخدوهم رهائن عشان أبوهم يستسلم. المفروض إن أنا هجيلك الساعة 7، سيبي البيت دلوقتي حالا وانا هاجي بعد كده واقول ان انا ما لقيتش حد في البيت، بس خلي بالك لو الفرنساويين عرفوا هتطير فيها رقبتي. خدت بعضها بسرعه ولمت اللي قدرت تلمه وركبت القطر من حيفا نزلت على حدود عند مصر. طبعا ما كانش لسه انشئت اسرائيل ولا كلنا نعرف بيها اي حاجه ولا نسمع عنها. لما وقفوها على الحدود ما كانش معاها اوراق ولا باسبور ولا اي حاجه. فين اوراقك؟ قالت معيش اوراق. طب تعرفي مين في مصر؟ قالت اعرف سعد باشا زغلول. طبعا احنا عارفين ان سعد باشا زغلول كان متزعم ثوره 1919 لغايه ما مصر حصلت على استقلالها سنه 22، وكذلك كان سلطان باشا الاطرش كان متزعم الثوره ضد الفرنسويين في سوريا، وبالتالي كان في مراسلات بينهم، ومن هنا كان في صله او معرفه ما بين سعد زغلول وما بين الاميره علياء المنذر. فقالت لهم قولوا له الاميره علياء المنذر موجوده على الحدود. سمح لها بالدخول واعطاها حق اللجوء السياسي، وصرفت لها الحكومه مبلغ 6 جنيه شهري. طبعا المبلغ ده كان يعتبر مبلغ كبير في الوقت دوت، لكن جت حكومه تانية مواليه للانجليز ومنعت النفقه دي عن الاسره، فحالتهم الماديه كانت صعبه جدا. سكنت في الفجاله وودت ولادها لمدرسه خاصه في الخرنفش، وزادت مشاكلهم الماديه لما فهد الأطرش طلب ان الاسره ترجع جبل الدروز تاني، لكنهم رفضوا. قطع عنهم المعونه او المصروف اللي كان بيبعته لهم، ومن هنا ازدادت الامور على الام، خصوصا لما الحكومه اللي جت بعد سعد زغلول وقفت المعونه اللي كانت بتديها لها، وكان مقدارها زي ما قلنا 6 جنيه شهريا. فاضطرت لبيع مصاغها، وما خلص اضطرت تشتغل خياطه، وبعدين اشتغلت في الغناء والتراتيل في الاديره وافراح بعض الاسر، خصوصا ان صوتها كان جميل جدا. كانت خريجه الجامعه الامريكيه في بيروت وعلى قدر كبير من الثقافه، فبدات تعلم اولادها الغناء والعزف على العود، وده انعكس على اولادها خصوصا فريد اللي لقب بعد كده بملك العود، واسمهان اللي اطلقوا عليها قيصاره السماء. أسمهان اللي كان لسه في الوقت ده اسمها أمال، ظهرت موهبتها الفنية في البيت عندها، فكانت بتغني أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب، وأيضا أغاني أخوها فريد اللي كان لسه في بداية حياته الفنية. وفي يوم من الأيام كان عندهم الملحن داوود حسني، فاسمها بتغني في الأوضة جنبيهم، فطلب يشوفها، ولما جت طلب منها إنها تغني قدامه. عجبه صوتها وقال لها أنا كنت بدرب بنت وبعدها إنها تكون مطربة كبيرة كان اسمها أسمهان لكنها توفت، فأنا هديكي اسمها. ومن هنا اتحولت أمال إلى أسمهان. اسم أسمهان اسم غريب ومش منتشر كتير، لكن له معنى. أسمهان اسم من مقطعين، اسم وهان. اسم يعني كلمة اسم لوحده، وهان أو خان بمعنى ملك أو سلطان، فمعناها الكلمة الست صاحبة العصمة أو الست صاحبة السلطان والجاه، وهي كلمة تركية.
وبدأ يدربها على الغناء. قبل كده كان لها تجارب مع أمها في الغناء في الحفلات والأفراح. بدأ فريد وأسمهان يغنوا في الصالات عشان يساعدوا أمهم على المعايش، وكانت أسمهان بتشترط إنها تغني في ركن بعيد عشان محدش يتعرف عليها. سنة 1931 بدأت تغني مع أخوها فريد في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين اللي كان مشهور بشارع الفن. بدأ نجمها يسطع في سماء الأغنية، وبدأت شهرتها تنتشر وصوتها يوصل للناس. وفي سنة 1933 خطبها ابن عمها حسن الأطرش وجه مصر مخصوص عشان ياخدها معاه. الناس قالوا إنها اتجوزته غصب عنها، لكن ده مش صحيح. أسمهان كانت بتحب ابن عمها اللي اشترط عليها تسيب الفن وتتفرغ له، فوافقت بعد ما دفع لها 500 جنيه مهر، والمبلغ ده يساوي دلوقتي نص مليون جنيه. سابت الفن واتنقلت لجبل الدروز واستقرت معاه في الجبل، وخلفت ابنها الأولاني اللي توفى وهو عنده سنتين. وفاة ابنها سببت لها أزمة عنيفة اتغلبت عليها بصعوبة، لكن وفاة ابنها التاني برضه في سن صغير أصابها باكتئاب نفسي عميق وحاولت تنتحر. طلبت من جوزها يطلقها ويشوف له زوجة تانية، لكنه رفض وقال لها إنه عاوزها هي وما يهموش الأطفال. لكن حالة الحزن والاكتئاب استمرت ملازماها، وحست بخنقة في الجبل وإنها مش طايقة نفسها، حتى بعد ما خلفت بنتها الوحيدة الأميرة كاميليا سنة 1937. استمرت حالة الخوف من فقدان بنتها، فخدتها ورجعت بيها على مصر وساعدتها أمها في تربية بنتها، وبدأت تتخلص من عقدة الخوف من فقدان بنتها، وتحسنت حالتها النفسية، فرجعت للفن والغناء تاني، وما كانش عندها أي رغبة أو نية ترجع سوريا تاني. لكن جوزها الأمير حسن الأطرش جه مصر وقعد يزن على ودانها لحد ما أقنعها ترجع معاه تاني لسوريا. لكن أسمهان كانت اتعودت على حياة السهر والأضواء والغناء في مصر، فحست بعد فترة قصيرة إنها مش هتقدر تستمر في حياتها الزوجية مع الأمير اللي اشترط عليها تسيب الفن نهائي، وزادت بينهم المشاكل فطلبت الطلاق وحاولت تنتحر مرة تانية، وبلعت كمية كبيرة من الحبوب المنومة، لكن تم إنقاذها في آخر لحظة. وهنا قرر حسن يطلقها، فرجعت مصر تاني ورجعت للغناء. اشتركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، أشهرها أوبريت مجنون ليلى سنة 1939 اللي اشتركت فيه أسمهان بصوتها من غير ما تظهر فيه. نجح الأوبريت ده نجاح كبير جدا، واشتركت في أكتر من عمل أوبرالي بعد كده. كانت الناس تعرف أسمهان من صوتها بس وبعض الصور المتفرقة اللي بتتنشر في الجرايد، لكن سنة 1940 شافها الناس على الشاشة في فيلم انتصار الشباب مع أخوها فريد الأطرش اللي كان بيحكي قصة خروجهم من سوريا ونجاحهم في مصر. في حياة أسمهان 6 رجالة، اتجوزت 4 منهم، وواحد كان يتسبب في طردها في مصر، أما التاني فكان منقذها باستمرار. الجوازة الأولى كانت من ابن عمها الأمير حسن الأطرش، والتانية من المخرج أحمد بدرخان اللي اتجوزته في مارس سنة 1941 بعقد عرفي، لكن الجوازة دي استمرت 40 يوم بس، فاتطلقت في 5 مايو من نفس السنة. بعد طلاقها ب2 وهي في القدس اتجوزت المطرب فايد محمد فايد سنة 43. الجوازة دي كان جواز مصلحة، وكان بينهم اتفاق واضح عشان تقدر تدخل مصر بصفتها زوجة لراجل مصري، وعشان كده استمر جوازهم 20 يوم بحالهم. أما الجوازة الرابعة والأخيرة فكانت من نصيب المخرج أحمد سالم بعد قصة حب عنيفة تبعها قصة غرام وانتقام على اسم فيلمها الثاني والأخير اللي وقعت عقده في نفس اليوم اللي وقعت فيه عقد جوازها. كان أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي، واللي كان محجوز للملكة نازلي أم الملك فاروق، واللي كانت بتعتبره ضمن أملاكها الخاصة ممنوع الاقتراب أو التصوير، هو الرجل الخامس في حياة أسمهان اللي ارتبطت بيه. وانتشرت الإشاعات عن لقاءاتهم في فندق مينا هاوس، لكن نتيجة الإشاعات دي قرروا تغيير مكان اللقاء، ووصل للملكة إنهم بيقابلوا بعض في بيت الممثلة أمينة البارودي، فطبت عليهم والمسدس في إيديها والشرر بيطق من عينيها، لكن ما لقيتهاش عند أمينة، فاكتفت بتهديدها وقررت استغلال نفوذها وطرد أسمهان من مصر وعدم تجديد إقامتها. فلجأت أسمهان للراجل الساتت صديقها الأنتيم دون جوان الصحافة المصرية محمد التبعي، اللي عرف عن طريق اتصالاته وعلاقاته بكبار المسؤولين ينيم الموضوع ويهدي الملكة ويجدد إقامة أسمهان في مصر. أسمهان كانت بتؤمن بالخرافات والعرافين اللي بيقروا الطالع، فراحت لواحد منهم فقال لها أنت اتولدتي في المية وهتموتي في المية وهتموتي صغيرة. قلنا إنها اتولدت على ظهر سفينة متجهة من تركيا لسوريا، والموضوع ده ما كانش معروف غير لأسرتها بس، وده خلاها تصدق نبوءة العراف اللي صدق في الجزء الأول من كلامه، يبقى لازم تصدق الجزء الثاني. الحكايه دي ارعبتها وخلتها بتخاف من اي مكان فيه ميه. نبوءه العراف دي تعبتها جدا وخوفتها. وفي اول ابريل 1940 يعني قبل ما تموت ب4 سنين كانت بتمر في نفس المكان اللي ماتت فيه بعد كده، فحست بالرعب لما سمعت صوت مكنه الري شغاله، ورمت من ايدها القصيده اللي كانت بتتدرب على غنائها وكانت المفروض هتسجلها تاني يوم للإذاعة، وقالت للصحفي محمد التبعي رئيس تحرير مجلة آخر ساعة اللي كان معاها في اليوم ده في العربية: الدقات دي بتفكرني بدفوف الجنازة. رغم خوف أسمهان من نبوءة العراف
إلا إنها انشغلت في موضوع مهم جدا وهو سوريا نفسها بلدها. احنا عارفين ان فرنسا احتلت سوريا، وفي الحرب العالمية الثانية المانيا احتلت فرنسا نفسها، واتقسمت الحكومة الفرنسية لحكومتين، حكومة فيشي بزعامة الجنرال بيتان اللي كانت موالية للألمان وكانت مسيطرة على سوريا، وحكومة الجنرال ديجول اللي عملت حكومة خاصة بيها في الجزائر اللي كانت برضو تحت الاحتلال الفرنسي. ومن هنا بدأ التعاون ما بين المخابرات البريطانية من ناحية وبين أسمهان من ناحية ثانية. في شهر مايو سنة 1941 تم أول لقاء بين أسمهان وبين واحد من السياسيين البريطانيين اللي كانوا شغالين في منطقة الشرق الأوسط. اتفقوا خلال اللقاء ده على أن أسمهان تساعد بريطانيا والحلفاء في تحرير سوريا وفلسطين ولبنان من قوات فيشي الفرنسية وقوات ألمانيا النازية. طب تساعدهم إزاي؟ عن طريق أنها تقنع أهلها زعماء جبل الدروز أنهم ما يتعرضوش لزحف الجيوش البريطانية والفرنسية التابعة للجنرال ديجول وهم في طريقهم لتحرير سوريا ولبنان وفلسطين. وافقت أسمهان باتفاقها ونفذت المطلوب منها على أكمل وجه. وفي الفترة دي رجع البريطانيين لجوزها للمرة الثانية اللي بعدها اتطلقت طلاق نهائي منه، فرجعت بقى أميرة للجبل من جديد. وفي الوقت ده منحها الإنجليز مبالغ كبيرة جدا وقدرت تعيش حياة طرف مرة تانية زي الحياة اللي كانت متعودة عليها في مصر، لكن وضعها ما استقرش كتير، فبدأت تحصل مشاكل بينها وبين جوزها الأمير حسن، بالإضافة للإنجليز بدأوا يتخلوا عنها وقطعوا عنها الفلوس اللي كانت بتديها لهم. كان الإنجليز عايزينها تشتغل لحسابهم، لكن بدأوا يحسوا إنها بتشتغل لحساب فرنسا، وبدأت ترفض طلبات الإنجليز اللي لقيت نفسها تدخل في سلسلة طويلة وملهاش نهاية من الطلبات والمهمات. فشافت إنها فنانة مش عايزة توقع نفسها في الشرك ده تاني، ومن هنا بدأوا يمنعوا عنها الفلوس، وهي من ناحيتها بدأت توقف التعاون معهم. واعترف ممثل بريطانيا في لبنان وقتها بأنه اتعامل معها في مقابل أموال كتيرة اتدفعت لها نظير خدماتها، لكن قال إنها كانت كتيرة الكلام ومدمنة على الخمرة، وإن دي طبعا كانت نقطة ضعف في حياتها. وبخصوص موضوع الخمرة، صديقها وخطيبها السابق الصحفي محمد التبعي قال انها كانت ما بتسيبش الكاس من ايدها خالص، وكانت بتقول له انها ما بتحبش تشوف الكاس لا فاضي ولا مليان، كان دايما عايزه تشرب. كمان كانت بتدخن بشراهه، فلما قطعوا عنها الاموال سابت الامير حسن واتطلقت منه ورجعت للقاهره عشان تشتغل في الغناء والسينما مره ثانيه. وفي 14 يوليو سنه 1944 كانت شغاله في فيلمها الثاني والاخير غرام وانتقام، فاستأذنت من منتج الفيلم يوسف وهبي بالسفر لراس البر تقضي يوم راحه هناك. في البدايه رفض لكنه وافق بعد كده، لكن بيقول انه حس بحاجه غريبه خلته يستأذن مراته ويرجع ويروح لها الصبح بدري يحاول يقنعها ما تسافرش راس البر وتسافر معاه هو ومراته الاسكندريه، وقعد يلح عليها في الموضوع ده وكانت هتوافق، لكن فجأة خبط عليها 2 من صحباتها عشان ياخدوها لراس البر، فاعتذرت له وقالت له خلاص انا مش هقدر اقول لهم لا وهسافر راس البر. يوسف وهبي قال انا كنت تخيلتهم انهم ملكين من ملائكة الموت، كان شايف الستات دول كانهم ملكين من ملائكة الموت جايين ياخدوها. الغريب ان الستين دول سبقوها سافروا لوحدهم وما سافروش معاها، وهي حاولت تسافر بالقطر لكن ما لقيتش مكان فاضي، فاضطرت تسافر بعربيه من عربيات استوديو مصر وسافرت على راس البر. الطريق كان شغال عادي ما فيهوش اي مشكله، لكن فجاه الصبح بدأ يحصل إصلاحات وتعديل وحفر في جنب من الطريق بحيث إن يجبروا أي عربية إنها تعدي من جنب الترعة، وفجأة السواق فقد السيطرة على العربية وماتت أسمهان وصاحبتها ومديرة أعمالها ماري قلادة اللي كانت معاها في العربية اللي وقعت في الترعة، وما قدروش يفتحوا باب العربية. الغريبة إن السواق اختفى بعد الحادثة دي وما ظهرش لحد دلوقتي، محدش يعرف عنه أي حاجة. في ناس قالت إنه نط من العربية قبل ما تقع في الترعة، وفي ناس قالوا إنه طلع فوق العربية واختفى، وتوزعت الاتهامات ودارت الإشاعات في كل اتجاه، وضاع دم أسمهان هدر. في اللي اتهم المخابرات البريطانية بتدبير حادثة موتها، واللي قال لا دي الملكة نازلي أو الملك فاروق هم اللي دبروا الحادثة بسبب كلامها الكتير وإنها كانت بتجيب سيرة الملكة نازلي في كل مكان. وناس قالوا إن اللي قتلها هو جوزها الأولاني الأمير حسن الأطرش لأنها ما رضيتش ترجع له تاني، واللي قال لا اللي قتلها مش جوزها الأولاني ده جوزها الأخراني المخرج أحمد سالم اللي كانت بينهم مشاكل كتير وصلت لأنه حاول يضربها بالرصاص. وبعد سنة كاملة من وفاتها انتشرت إشاعة قوية إن اللي دبرت الحادثة دي هي أم كلثوم اللي خافت من منافسة أسمهان لها. والغريب إن أم كلثوم ما ردتش على الكلام ده خالص لا من بعيد ولا من قريب، لكن اللي نفى التهمة دي عنها كانت تحية كاريوكا اللي كانت أول واحدة توصل لمكان الحادثة واللي حضرت غسلها، فنفت بشدة إن تكون أم كلثوم لها أي دخل بموتها. كذلك نفى أخوها فريد الأطرش وجود أي علاقة بأم كلثوم ومسرح أسمهان. لكن فضل سؤال حائر إلى الآن، أسمهان ماتت غرقانة في حادثة قضاء وقدر ولا ماتت مقتولة بفعل فاعل؟ كانت أول واحدة جاوبت على السؤال ده هي الفنانة تحية كاريوكا اللي أكدت إن أسمهان ماتت مقتولة لأنها حضرت غسلها ولاحظت وجود فتحة أو ثقب كده في راسها وكمان في راس صاحبتها ماري قلادة، وده بيشير لأنهم انضربوا بالرصاص قبل وقوع العربية.
ويمكن ده السبب اللي خلى السواق ينط من العربية واختفي. كذلك اعترف أخوها فريد الأطرش نفسه إنه جات له تعليمات وأوامر عليا بعدم تشريح جثتها وعدم نشر أي شيء عن موتها. ومن الدلائل اللي بتشير لأنها ماتت مقتولة صحابها الاثنين اللي جم خدوها من البيت محدش يعرفهم خالص وليه ما سافروش معاها، رغم إن هم اللي جم ياخدوها معاهم في السفرية دي، لكن ما سافروش معاها وسابوها في عربية تانية رغم إنهم اللي شجعوها إنها تسافر معاهم. مين هم أصحابها دول محدش يعرف. وكمان ليه الإصلاحات اللي تمت في الطريق فجأة في اليوم ده، وكان يوم جمعة المفروض إنه أجازة ومعظم المصالح والأشغال الحكومية بتتوقف في اليوم دوت، اشمعنى في اليوم ده عملوا عملية الإصلاح في الطريق؟ أما عن اتهام أم كلثوم فده مردود عليه بأن أسمهان ما كانتش هي المنافس القوي لأم كلثوم اللي كانت في الوقت ده متربعة على عرش الغناء بالفعل، لأن كان في ناس تانيين على قمة الهرم الغنائي في الوقت دوت، كانت ليلى مراد ونجاة علي، وخصوصا ان اسمهان ادائها مختلف تماما عن الاداء الكلثومي المعروف، وكانت اقرب واحده للاداء الكلثومي كانت سعاد محمد مش اي حد تاني. بعد وفاة أسمهان وقع منتج الفيلم يوسف وهبي في ورطة كبيرة، كان خلص معظم مشاهد الفيلم وكان لازم يكمله، فاحتال على الأمر ده باستخدام دوبليرة تمثل بعض المشاهد من الظهر، كذلك غير في نهاية الفيلم السعيدة وحولها لنهاية تراجيدية بموت البطلة، وهنا ظهر جثمان أسمهان الحقيقي في آخر الفيلم. ده كان دعاية كبيرة للفيلم إلا إنه أثار عاصفة من النقد والاحتجاج، لأن الناس اعتبروه عمل غير أخلاقي إنه استغل جثمان واحدة ميتة في الظهور أو في الترويج للفيلم. ولما جم يعملوا مسلسل أم كلثوم اتصلت الأميرة كاميليا بنتها الوحيدة بصفوت الشريف وزير الإعلام في الوقت ده، وطلبت منه عدم ذكر أسمهان نهائيا في المسلسل، وفعلا لبى لها الرغبة دي وما جابوش سيرة أسمهان خالص في المسلسل رغم إنها كانت معاصرة لأم كلثوم. دي كانت قصة حياة أسمهان. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.